بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعين الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. انا مبسوط من تفاعلكم معايا، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. انا حابب اتكلم معاكم بس في تفصيله كده صغيره بالنسبه لقصه عمر الساعي وقصه محمد علي بن رمضان. انا اتكلمت في الموضوع ده، بس في نقطه لسه عايز اوضحها لكم. السوشيال ميديا دلوقتي منقسمه لحاجتين، لناس بتقول ان اداره الاهلي حق اصيل ليها ان هي تفكر هو ازاي تدبر الالتزامات اللي عليها، وان اداره الاهلي مش عايزه تكرر نفس الاخطاء اللي بتعملها اداره نادي الزمالك او بعض الادارات في الانديه المصريه، ان هي تتفق اتفاقات وما تكونش قادره على الالتزامات اللي بقت ملتزمه بيها والاتفاقات اللي بقت ماضيه عليها، وساعتها اللعيبه بتلجا للفيفا او المدربين. طيب النقطه هنا بس، عشان انا مش عاجبني ليه الكلام ده وليه رايي مختلف فيه. اولا اداره النادي الاهلي الموضوع المفروض يبقى فيها مختلف. طب ليه الموضوع مختلف؟ هو اداره الاهلي عارفه ان هي عايزه تدعم الفرقه بتاعتها من اول ما عرفت ان هيبقى في بطوله انتر كونتيننتال هتتلعب السنه دي، السنه اللي بعديها كاس عالم انديه 2025 هيكون في 32، فعارفه انه هيبقى فيها منافسات صعبه، فيها وضع صعب. ولازم نكون عارفين من اللحظه، والفيديو هيشهد علينا اهو، ان احنا بنقول من دلوقتي الاهلي قادر ياخد بطوله او بطولتين او ما بياخدش. هو الاهلي من النهارده هو محتاج تدعيم. طب محتاج تدعيم ده ازاي يعني عندك لعيب ممكن يكبر سنا فما يقدرش يديك. طيب عندك لعيب ممكن يكون مصاب في اخر الموسم فانت محتاج حد، فبالطبيعي انت في نهايه الموسم حققت بطولات ما بتحققش. المفروض ان انت عارف كويس قوي ان انت عندك تدعيم. طيب نيجي بقى نشوف، هو انت محتاج التدعيم في كل الفرقه ولا محتاج تدعيم بعناصر اساسيه ولا محتاج تدعيم بعناصر احتياطيه تكون معاك تقوي السكواد بتاعك؟ لو في حاله النادي الاهلي ومسكنا مثلا مركز حراسه المرمى، لا الاهلي عنده تخمه. طيب يعمل ايه بقى وهو عنده تخمه؟ لما يكون عنده الشناوي، عنده مصطفى شوبير، عنده حمزه علاء، عنده مخلوف، لازم في المركز ده يكفي الثلاثه. طيب يبدا يحرك حد، لازم الحد اللي يتحرك ده اولا يستفيد انه يلعب، والاهلي يستفيد ماديا، مش شرط انه يبيعه بس الاهلي يستفيد ماديا. ادي نقطه ماده عشان يبقى فيه فلوس. تمام. عندك في خط الوسط عندك عناصر طالعه من فرق الشباب انت محتاج تعيرها ببلاش او بمقابل مادي ضعيف بس محتاج. طيب عندك اجنحه بتظهر بتقدر تسوقها عشان تقدر تجيب كواليتي اعلى. يعني ايه؟ يعني المفروض انت عارف كويس بقى عندك جناح مثلا زي طاهر دلوقتي. هل انتوا شايفين ان مستوى طاهر ده هو اللي يكمل مع النادي الاهلي؟ يعني النادي الاهلي ما بيفكر انه يكون طاهر موجود. انا لو مكان اداره النادي الاهلي اول حد افكر فيه ان طاهر يتحرك، لانه جرب موسم واثنين وثلاثه مع النادي الاهلي، اتشاف اداؤه قد ايه، المحصله من اداؤه قد ايه، استفادت النادي الاهلي. لا طاهر يتحرك فيدخل لاعب زي زيكو ياخد نفس الفرص اللي كان بياخدها طاهر لغايه ما يحط رجله خلال الموسم، عشان الموسم اللي بعده نبدا ياخد فرصه اكبر. طيب ده نرجع بقى نربطه على، عشان ما نطولش بالفيديو، نربطه على صفقه محمد علي بن رمضان. من الاساس لازم اداره لجنه التخطيط تحدد اولوياتها مع المدير الفني، اولوياتها في نوع المنافسات اللي هتنافس فيها مع التدعيمات اللي هي محتاجاها. الاهلي بينافس في الدوري، الاهلي لو بيكمل موسم على الموسم بنفس اللعيبه والزمالك قدر ما عندوش ايقاف قيد وكمان بيراميدز بيزود لعيبه، لا الاهلي قادر انه يكمل في المنافسه بنسبه 90%. مش هقول لكم بنسبه 99، بنسبه 90%. جوه افريقيا الاهلي برضو قادر ينافس لغايه نصف النهائي على الاقل. طب ده معناه انك مش محتاج تتزنق. يبقى لازم انا اشوف انا اولوياتي مهاجم، اولوياتي جناح شمال. طيب انا عايز باك شمال، طيب انا عايز جناح يمين، اقدر احدد اللي انا عايزه. فاداره الاهلي كانت المفروض تبقى عارفه ان صفقه محمد علي بن رمضان من اهم الصفقات اللي المفروض تحصل عليها